فيلمنا بيبدأ بالأب ميرين القس وعالم الآثار اللي كان في بعثة تنقيب في شمال العراق، وبيجيله واحد من العمال ويبلغه إنهم لقيوا قطعة أثرية جديدة أثناء التنقيب. ولما الأب ميرين بيروح معاه بيلاقي وسط القطع راس تمثال لشيطان مخيف، فبيحس بالقلق وبيقرر إنه يسيب البعثة ويرجع أمريكا بسرعة. وأثناء رجوعه وهو ماشي على الطريق جت عربية بيجرها حصان وكانت هتدهسه، لكنه بيتفاداها بسرعة. بعدين الأب ميرين فيه هاجس جواه بيحركه ويخليه يروح للموقع اللي كان بينقب فيه عن الآثار، وهناك بيتصدم لما بيلاقي تمثال كبير للشيطان اللي لقي منه قطعة صغيرة قبل كده. والغريب إن التمثال ده ما كانش موجود في الموقع من الأساس، وكمان بيلاقي كلبين بيصارعوا بعض بشراسة. فالأب ميرين بيقف قدام التمثال وبيحس إن في مواجهة قريبة بينه وبين الشيطان. بعدها بياخدنا المشهد لواشنطن في أمريكا. بتصحى الممثلة المشهورة كريس ماكنيل من النوم على صوت كركبة وخربشات جاية من فوق. بتمشي كريس ورا الصوت وبيتضح إنه جاي من السطح. ولما بتدخل على بنتها ريجان بتلاقي شباك أوضتها مفتوح، فبتقفل الشباك وتطمن على بنتها. وفي الصبح بتقول لكارل مدبر البيت إن الفيران في السطح بيعملوا كركبة، هاتلهم مصيدة وحطها فوق. وبعدها بتروح كريس على شغلها. وده الأب ديميان، طبيب نفسي وكاهن الكنيسة اللي جنب بيت كريس، واللي راح يزور والدته المسنة اللي عايشة لوحدها، واللي بتقوله أنا هموت قريب، أرجوك افضل معايا وما تبعدش عني. لكن ديميان بسبب طبيعة شغله مش بيقدر يلبي الطلب وبيسيبها ويمشي. أما كريس فبترجع البيت وتلاقي لوح ويجا في غرفة الألعاب بتاعة ريجان. ولما بتسألها مين اللي جاب اللوح ده هنا، ريجان بترد عليها أنا لقيته في الخزانة. فكريس بتقول لها يا ترى بتعرفي تلعبي عليه؟ وريجان بتقول لها طبعا، وبتقعد تلعب باللوح قدام أمها. فبتتفاجئ كريس بالمؤشر بتاع اللعبة بيتحرك لوحده. ولما بتسأل ريجان انت اللي عملت كده، بتقول لها لا مش أنا، ده الكابتن هوادي. فبتسألها مين الكابتن هوادي ده، بتقول لها ده صديق اللي اتعرفت عليه من خلال اللعبة. وبالليل بتصحى كريس من النوم وتتفاجئ بريجان نايمة جنبها. ولما بتسألها سبت أوضتك ليه، بتقول لها سرير عمال يتهز ومش عارفة أنام عليه. بعدين كريس بتولع شمعة وتطلع الخزانة لأن أصوات الخبط كانت بتزيد. وهنا ريجان بتفتح عينيها وكريس بتشوف في الخزانة المصايد اللي كارل حطها، وفجأة بتسمع صوت جاي من وراها، فبتبص وبيطلع كارل. تاني يوم كريس بتاخد ريجان علشان تكشف لها، وأثناء ما بتعمل رسم القلب بتشوف الشيطان بيراقبها. فريجان بتشتم الدكتور وبتبدأ تعمل حركات غريبة. بعدين الدكتور بيبلغ كريس إن ريجان عندها خلل في الأعصاب، وكريس بتقوله هي بتشتكي دايما إن سريرها بيتهز. فالدكتور بيقول لها إن الأطفال في سنها ممكن يخترعوا أكاذيب، وقال لها كمان إنه لما كان بيكشف عليها شتمته بألفاظ بذيئة. وفي البيت كريس بتكون عاملة حفلة وبتبقى عازمة فيها شخصيات كبيرة، فبتنيم ريجان وبتنزل تقعد مع الضيوف. وأثناء ما هم قاعدين بيلاقوا ريجان قدامهم وهي بتقول هتموتوا كلكم، وبتعمل حمام على نفسها. فبتعتذر كريس للضيوف وبتاخدها وتطلع فوق علشان تحميها. وبعد ما بتنيمها على السرير ريجان بتسألها ماما أنا حصل لي إيه، فبترد كريس إنه مجرد توتر عصبي زي ما قال الدكتور، وبتسيبها كريس علشان تنام. لكن لما بتخرج من الأوضة بتسمع صوت ريجان وهي عمالة تصرخ وتندم عليها. ولما كريس بتدخل الأوضة بتلاقي السرير عمال يتهز بريجان بطريقة مرعبة، فبسرعة بتحاول كريس تنقذها. أما الأب ديميان فبيحلم حلم غريب، بيحلم إن في كلب أسود جاي يجري عليه، وبتظهر أمه في الحلم وهي عمالة تأنبه لأنه سابها لوحدها. ولما بيجري عليها بتسيبه وتختفي. وكريس بتاخد ريجان وتعمل لها فحوصات في المستشفى، لكن ريجان بتشتم الدكتور اللي بيقول لكريس إن ريجان عندها مرض نادر في المخ بيسبب لها حالات صرع وتشنجات، والنشاط الزيادة هو اللي بيخلي السرير يتهز. ولما بيعملوا الريجان أشعة على المخ بيتصدموا إن المخ سليم ومفيش فيه أي نشاط غريب. وبعدين كريس بتتصل بالدكاترة اللي بيروحوا على البيت بسرعة. ولما بيدخلوا على ريجان بيشوفوا قوة غير مرئية عمالة تخبطها في السرير، وريجان عمالة تصرخ وتقول إنه عايز يقتلني. وبعدين عينيها بتقلب وصوتها بيتغير ويخشن بطريقة مخيفة، وبتطلع منها أصوات كتير. ولما الدكتور بيتدخل ريجان بتضربه بالقلم وبتتكلم بصوت خشن وتقول البنت دي ملكي أنا. وبعدين ريجان بيجيلها حالة تشنج، لكن بيقدروا يسيطروا عليها وبيدوها منوم.
والدكاترة بيقولوا إحنا هنعمل إشعاعات على النخاع الشوكي، لأننا برضو شاكين إن ريجان عندها حاجة في المخ. وبالفعل بيعملوا أشعة، لكن المفاجأة إنها برضو بتطلع سليمة. فالدكتور بيقول لكريس إنها تعرض ريجان على طبيب نفسي. وبعدين كريس وهي مروحة بتلاقي زحمة تحت البيت بتاعها، ولما بتدخل البيت النور بيقطع والشيطان بيظهر من وراها. وبعد ما كريس بتدخل أوضة ريجان بتلاقي الشباك مفتوح والجو برد جدا. فبتسأل شارون السكرتيرة بتاعتها مين اللي فتح الشباك في أوضة ريجان. فشارون بتقول لها أنا كنت سايبة بوريك مع ريجان، وبوريك هو المخرج اللي كريس بتشتغل معاه. بعدين بيجي مدير أعمال كريس ويبلغها إن بوريك مات بعد ما وقع من على السلالم اللي ورا البيت، واللي موجودة تحت شباك أوضة ريجان، ورقبته كانت مكسورة. فكريس وشارون بيتصدموا، بس بيتصدموا أكتر لما بيلاقوا ريجان نازلة على السلم وجسمها مقلوب زي العنكبوت. بعدها بيجي الدكتور وينوم ريجان مغناطيسيا، وبيتكلم معاها وبيسألها هل حاسة بحد عايش جواكي؟ بتقوله أيوة. فبيطلب الدكتور إن الشخص ده يحضر علشان يتكلم معاه. وفجأة الصورة اللي في الأوضة بتقع وتتكسر، وريحة كريهة بتملى المكان، ووش ريجان بيتحول وبتهجم على الدكتور، وبيخلصوه منها بالعافية. بعدين المحقق ويليام بيروح للأب ديميان ويقوله إن المخرج بوريك اتقتل بطريقة غريبة، لقيناه مرمي تحت السلم اللي جنب الكنيسة وراسه ملفوفة 180 درجة لورا. وبما إنك الطبيب النفسي للكنيسة، هل تعتقد إن الحادثتين لشخص ساحر أو مختل؟ والأب ديميان بيقوله للأسف معرفش حد بالمواصفات دي. فويليام بيسيبه يمشي. وفي المستشفى ريجان بتقعد تعمل حركات غريبة. فالدكتور بيقول لكريس إن ريجان عندها اضطراب عقلي بيوهمها إن في مخلوقات غريبة عايشة جواها، وإنها لازم تدخل مصحة نفسية. لكن كريس بترفض وتقول إن بنتها مش مريضة نفسية. فالدكتور بيقول لها يبقى مفيش غير حل واحد، إن ريجان تمارس عمليات طرد الأرواح. فكريس بتتصدم وبتاخد ريجان وتروح البيت. بعدين كريس بتلاقي صليب تحت مخدة ريجان، ولما بتسأل اللي في البيت مين اللي حط الصليب ده تحت المخدة، الكل بينكر. وفي نفس الوقت بيجي المحقق ويليام ويقف عند المكان اللي اتقتل فيه المخرج بوريك، وبيلاقي قطعة صلصال موجودة في المكان. فبيطلع على السلم ويشوف قدامه شباك أوضة ريجان. فبيدخل البيت ويقول لكريس أنا عارف إن بوريك آخر مكان اتوجد فيه كان مع بنتك الصغيرة، والغريب إننا لقينا راسه ملفوفة لورا والجمجمة بتاعته متحطمة، وده معناه إنه اتقتل وبعدها اترمى من شباك أوضة بنتك. وبيشوف ويليام مجموعة تماثيل من الصلصال شبه القطعة اللي لقاها في موقع الجريمة، وبيطلب من كريس إنه يطلع يسأل بنتها، لكنها بترفض وتبلغه إنها تعبانة جدا ومش هتقدر تقابل حد. وبعد ما ويليام بيمشي كريس بتسمع صرخات جاية من أوضة ريجان، ولما بتطلع تشوفها بتلاقي كل حاجة في الأوضة بتطير في الهوا، وريجان ماسكة الصليب وعمالة تضرب بيه في جسمها. فكريس بتحاول تمنعها، لكن ريجان بتضربها بالقلم وتوقعها على الأرض. ولما اللي في البيت بيحاولوا يلحقوها الباب بيقفل لوحده، والدولاب بيتحرك ناحية كريس. وفجأة ريجان بتلف وشها 180 درجة لورا عكس جسمها، والشيطان اللي جواها بيقول البنت دي ملكي ومش هسيبها. بعدين كريس بتقابل الأب ديميان وتقوله إن بنتها ممسوسة، وبتطلب منه يعمل لها جلسات طرد أرواح. لكن الأب ديميان بيقول لها إن الحاجات دي انقرضت من ساعة ما العلم اتقدم، أنا ممكن أتابعها نفسيا الأول وأشوف حالتها وبعد كده نقرر. وفعلا بيروح مع كريس البيت، وبيدخل على ريجان اللي بتكون مربوطة في السرير، وبيعرفها بنفسه ويقول لها أهلا يا ريجان. فبتقوله أنا مش ريجان، أنا الشيطان. ولما بيقرب لها ريجان بتطلع سائل أخضر لزج وبتبخ في وشه. بعدين الأب ديميان بيقول لكريس إننا علشان نمارس جلسات طرد الأرواح لازم ناخد موافقة من الكنيسة، وعلشان ناخد موافقة لازم يكون في دليل على المس، زي مثلا إنها تتكلم بلغة غريبة، وبيسيبها ويمشي. في نفس الوقت بيكون المفتش ويليام بيراقب البيت، وبيبص على شباك أوضة ريجان ويلاقي فيه ظل بيتحرك. تاني يوم الأب ديميان بيجيب جهاز تسجيل ويحطه في أوضة ريجان، وفجأة درج الكوميدينو بيفتح لوحده. فالأب ديميان بيسأل الشيطان انت اللي عملت كده؟ والشيطان بيقول له ايوه انا. واول ما الأب ديميان بيطلع ازازة مية الشيطان بيبدأ يخاف، ولما بيرش المية على ريجان بتقعد تتلوى وتصرخ على السرير، وبتطلع منها أصوات كتير بتتكلم بلغات غريبة. فالأب ديميان بيسجل كل الأصوات دي على الجهاز، وبعد ما بياخد التسجيلات لمعمل الصوت
بيكتشف إن الأصوات اللي بتطلع من ريجان بتتكلم بلغات إنجليزية معكوسة. بيجي الليل والأب ديميان بيجيله اتصال من شارون مساعدة كريس، وبتطلب منه يجي حالا. فالأب ديميان بيجري على البيت ويدخل أوضة ريجان، ولما شارون بتكشف له بطن ريجان بيلاقي مكتوب عليها بحروف بارزة كلمة ساعدوني. تاني يوم بيروح الأب ديميان لأسقف المدينة وبيطلب منه تصريح لعمل جلسة طرد أرواح على ريجان. فالأسقف بيقول له ما ينفعش تعمل الجلسات دي لوحدك، لازم يكون معاك كاهن خبير في الأمور اللي زي كده. فبيبعتوا رسالة للأب ميرين، الكاهن اللي ظهر في أول الفيلم في العراق. وفعلا الأب ميرين بيروح على بيت ريجان، وأثناء ما هو في السكة الشيطان بيكون مستنيه. وأول ما كريس بتفتح له الباب الشيطان بينده باسمه بصوت هز البيت كله. فالأب ميرين بيقول لديميان روح بسرعة هات كتاب صلوات طرد الأرواح وملابس كهنوتية وماء مقدسة. ولما الأب ديميان بيجيب المطلوب وأثناء ما بيجهزوا الأب ميرين بيقول له مهما الشيطان يتكلم ما تسمعلوش لأنه كذاب وهيحاول يضلنا. وبعد ما بيدخلوا على ريجان الأب ميرين بيطلع الصليب والماء المقدس، والشيطان بيقول لهم كل اللي بتعملوه ده ملوش لازمة. ولما الأب ميرين بيرش عليه مية الشيطان بيفضل يتألم، والأب ميرين بيطلع كتاب الصلوات وبيبدأ يقرأ فيه بصوت عالي، والأب ديميان بيردد وراه. فالشيطان بيتألم أكتر، وبعدها بيشتم الأب ديميان بأمه، والسرير بيبتدي يتهز بقوة، والأب ميرين مستمر في الصلوات. وفجأة السرير بيترفع من على الأرض ونور الأوضة بيطفي، وبيظهر وجه الشيطان الحقيقي وبيبدأ يشتمهم ويطلع لسانه للأب ديميان. وبعد ما الأب ميرين بيحط إيديه على ريجان ويزود في الصلوات الشيطان بيفضل يضحك بصوت عالي، وبتبدأ كل حاجة في الأوضة تقع وتتكسر، والحيطان والبيبان بتتشقق. وفجأة ريجان بتلف رقبتها 180 درجة، وفي وسط ما الأوضة بتتهز الأربطة بتتفك من ريجان اللي بتفضل تترفع لفوق كأن في حاجة غير مرئية شايلها في الهوا. والأب ميرين وديميان لسه مستمرين في الصلاة، ولما ريجان بتنزل تاني على السرير الأب ديميان بيأيدها، لكن فجأة بتقوم من وراه وتضربه. فالأب ميرين بيرشها بالماء المقدس، وفجأة بتحصل هزة عنيفة في الأوضة بتوقعهم على الأرض، وبيظهر من ورا ريجان التمثال اللي شافه الأب ميرين في العراق. وريجان بترجع تتلوى فوق السرير وبعد كده بتهدى، فبيغطوها بملاية ويسيبوها ويخرجوا علشان ياخدوا راحة. بعدها الأب ديميان بيدخل على ريجان، والشيطان بيتشكل في صورة أمه وبيكلمه بصوتها علشان يضعف، لكن الأب ديميان بيتجاهله وبيقيس نبض ريجان. ولما بيدخل الأب ميرين ديميان بيقوله إن نبضها ضعيف جدا وممكن تدخل في غيبوبة، وبيستمر الشيطان يكلمه بصوت أمه. فديميان بيتعصب، والأب ميرين بيطلب منه إنه يخرج يريح شوية، وبالفعل ديميان بيخرج، والأب ميرين بيقعد جنب السرير بتاع ريجان ويكمل الصلوات. في نفس الوقت المفتش ويليام بيخبط على الباب، والأب ديميان بيرجع للأوضة ويلاقي الأب ميرين واقع على السرير، فبينيمه على الأرض ويحاول يسعفه، وريجان بتتفرج عليهم. لكن للأسف الأب ميرين بيكون مات. فديميان بيمسك ريجان ويفضل يضرب فيها، وهو بيسب الشيطان ويقوله اخرج من البنت وادخل فيا أنا. وفعلا الشيطان بيخرج من ريجان وبيدخل في الأب ديميان وبيجبره إن يرمي نفسه من فوق، وبالفعل بينط من الشباك وبيفضل يتدحرج على السلالم اللي تحت البيت. ولما كريس والمفتش بيدخلوا الأوضة بيلاقوا ريجان عمالة تعيط بصوتها الطبيعي وإزاز الشباك مكسور، فبيبصوا من فوق ويلاقوا الأب ديميان في الشارع وهو غرقان في دمه، والناس ملمومة حواليه. وبيموت الأب ديميان، وبترجع ريجان لحالتها الطبيعية، وبتاخدها كريس وبيمشوا من البيت. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، واكتب لي رأيك في كومنت. سلامات.